يعني أتاني الخبر أمس قبيل صلاة العصر. فيعني جئت إلى المنيا حيث كان يدرس في كلية دار العلوم بجامعة المنيا. علمت للتو أن أول ما جاء الخبر أنه تلقى رصاصة في رقبته فاستشهد على إثرها. فجئت إلى مستشفى المنيا الجامعي، ويعني دخلت إليه ورأيته الحمد لله رب العالمين أحسبه عند الله شهيدا، وجهه مبتسم لأنه كان حريصا دائما. كان قد تعرض قبل هذه المرة إلى مرات عديدة، كان دائما في المقدمة، كان دائما عالية. لم يكن بلطجيا، لم يكن إرهابيا، لم يكن تاجر مخدرات، لم يكن سارقا، لم يسرق ثروات من هذا البلد، ولم يبيع تراب هذا البلد، فقط كان ولم يفعل غير ذلك مما يستنكر يعني قانونا وشرعا وفقها. وإنما كان طالبا يحلم كغيره من ملايين الطلاب بالمستقبل لوطنه ونفسه، واختار بحرية كاملة من يراه يصلح لإدارة البلاد. وفي غمضة عين حدث ما حدث من إهدار صوته وإذهاب إرادته وسحق هذا الوطن وكرامته تحت البيادة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله في الشهداء، وأن يبذلني وأن يجرني على ذلك خيرا، وأن يخلف وأن يأجر والد كل شهيد خيرا على ذلك. نسأل الله أن يلهمكم الصبر وأن يرزقكم الأجر. الزميل عبد المنعم، ماذا وجدت في تقرير طبي؟ والتقرير الطبي يعني كان مختصرا أنه تعرض لإصابة أودت بحياته، ولكن كانت هناك أيضا ما يشبه محاولة لعدم إخراج التقرير بالصورة، رغم أن الصورة غير موضوعة بالمرة، ولكنه على الأقل ما ندرك كله، وإلا كنا تعرضنا لما تعرض له الملايين أو الآلاف من أن يقال غير الحقيقة. يعني الناس كلها شهود على ابن محمد أنه الحمد لله لا ذكي على الله والآن بين يدي الله سبحانه وتعالى، وربما تكون شهادته مجروحة. لكن أسأل الله سبحانه وتعالى تقبلنا في الشهداء. حقيقة كما قلت لك يعني الحمد لله أخذنا التقرير وأخذنا تصريح الدفن وقمنا بدفنه منذ قليل. لكن الحقيقة أيضا لما أتأخر الأمر، يعني وصلنا أمس في حوالي 8 مساء لكي تسلم الجثة، فتمت قيل له أنه سبب شرع غير موجود فيأتي في الصباح، فانتظرنا حتى جاء في حوالي 9 ونصف إلى أن تمت الأمور وتم الدفن والحمد لله على كل حال. وصل الله سبحانه وتعالى تقبله شهيدا عنده. هل كنت في أي لحظة من اللحظات أخي عبد المنعم مستعدا لمثل هذا الخبر وأنت تعلم أن ابنك يخرج في المظاهرات كل يوم تقريبا؟ الحقيقة كنت أتوقع الخبر، لكن كما تعلم الإنسان يعني يتوقع شيء وكونه يفاجأ بالأمر شيء آخر. يعني لا كلنا نتوقع الموت في أي لحظة، لكن عندما يأتي الموت كأننا لم ننتظر أو كأننا فوجئنا به. كنت أتوقع ربما يصاب يمكث في سرير المرض أو العلاج بضعة أيام فأراه وأطمئن عليه، ولكن الحقيقة فوجئت بالخبر. ولكن الحمد لله ربط الله عز وجل على قلبي وقلب أمي، لأننا يعني هذا الأمر وهذا الطريق له ثمن وله ضريبة، ولسنا أول من ضحى بابنه لله سبحانه وتعالى أولا ثم لهذا الوطن، فنحسبه شهيدا إن شاء الله. هل توجد أي مشاعر غضب وانتقام نظير لأنك فقدت ابنك يعني بغير وجه حق، ضرب عليه الرصاص في الشارع وهو يتظاهر بشكل سلمي؟ نعم بالحقيقة طبعا أنا غضبان بشدة وادعو على الظالمين، ومن فعل ذلك يراه سيراه عاجلا واجلا في الدنيا وفي الآخرة، لأن وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون، ولا تحسبن الله غافل عما يعمل الظالمون. يعني حق الشهيد لا يضيع أبدا، وحق المظلوم حتى وإن كان غير مسلم. يعني دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب كما معروف الصحيح، تفتح له السماء ويقول لها وعزتي وجلالي لا استجبن لك ولا بعد حين، أو كما جاء في الحديث يعني، أو لو انصرني ولا بعد حين. أنا أذكر شعر النقمة أو الغضب شيء، وكونها تتحول إلى عنف أو إلى رد فعل غير محسوب هذا أمر آخر. يعني نحن في الجنازة ربما بعض الشباب أراد أن يوجه نداءات معينة وهتافات ليس لها مجال، وقد يعني تزيد مشاعر الغضب. فالحقيقة قمنا بإسكاتهم وقلنا هو شهيد عند الله سيحسبه شهيدا، وما دمنا قد احتسبناه فنسترجع ونحمد ونصبر
كما علمنا وكما معروف عن اي انسان اذا اصابته مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. حقيقه يعني ارجو ان يكون شهيدا وربنا يتقبله في الشهداء، لكن حقيقه من الاشياء الطريفه انه كان ليله شهادته يحسبه شهيدا، كان قد اجتمع مع بعض اقرانه وزملائه في الكليه وقاموا بعمل قرعه على من يستشهد غدا، فثلاث مرات تخرج كل مره عليه. سبحان الله. وقبل ان يحصل وقبل ان يحدث يعني ما حدث قال لهم احتسبون شهيدا انا ساستشهد اليوم، وقال لهم ابلغوا ابي وامي اني احبهما جدا ويسامحوني اذا كنت زعلتهم يعني. والحمد لله رب العالمين لم يكن يحمل اي اداه ولا سلاح، اشهد الله على ذلك وشهود العيان موجودين، لم يكن يحمل اي سلاح ولا مولوتوف ولا حتى آلة حاده، كان كل ما يحمله هو واقي ضد الغاز المسيل للدموع واصوات موجوده ليس اكثر. والعجيب انه حتى اذا كان يحمل سلاحا وهذا مستحيل طبعا، او كان يعني انت تحب ان تظاهر او يعبر عن رايه واردت ان تسكتها فهناك الف طريقه وطريقه، كما بدنا محترم تحترم الانسان كانسان كدم بغض النظر، يعني اعتقال او امساك او حتى ضرب في مكان غير مميت. انت كنت في لندن وتعرف كيف يتعامل الناس مع المواطنين مع البشر، اما عندنا فنعامل لا نعامل كبشر، نحن نعامل كسوائم كملك يمين كعبيد لهم، فحسبنا الله الوكيل. ربنا يتقبله في الشهداء اخي عبد المنعم ويرزقكم الصبر والاجر رحمه الله، وتقبله في الشهداء والصديقين والنبيين وحسن اولئك رفيقا. الزميل عبد المنعم ابو السعود، طبعا الصور اللي كانت موجوده هي صور جنازه الشهيد محمد عبد المنعم ابو السعود. الزميل عبد المنعم ابو السعود المذيع باذاعه القران الكريم، شكرا جزيلا لك.